Alright, dude. Yeah, let's get out of here. We tried, bro. I'm sorry. We tried our best. Yeah, and when this tree falls, it's over. I'm sorry, bro. Gotta get out of here. Oh, shit. Holy shit. مرحبا بكم في فيديو جديد. كلنا كنعرفوا بلي المدينه ديال لوس انجلوس هي المدينه ديال الناس اللي لاباس عليهم وديال اكبر الممثلين واكبر المشاهير في العالم، واللي كتسمى بالمدينه الذهبيه ولا جولدن سيتي. غادي تشوف مؤخرا بلي كلشي كيهضر على لوس انجلوس وبلي فيها واحد الكارثه طبيعيه اللي هي واحد الحريق. وثاني نقطه واللي مهمه عند هذه المدينه هذه واللي خاصك تعرفها هي ان عندها واحد التاريخ كبير مع الحرائق اللي كيطراو لها. وكان اكبر حريق في التاريخ ديال لوس انجلوس هو ديال 2004 اللي سموه بكراون فاير، وكان اكبر حريق في المساحه ديالو. وهاد اللحظه اللي كتشوفني فيها انت دابا راه باقي لحد الان ما قدروش يكونتروليو هذا الحريق هذا، واللي خلى بزاف ديال الديغا اللي منهم الديور والناس وخسائر اقتصاديه. وفي هذوك التصاور والفيديوهات اللي كتشوف يلا لقاو قل من 10 الناس اللي ماتوا لحد الساعه، وداروا الاجلاء اكثر من 130,000 واحد من المدينه، وبداو كيديو من بلايص اللي هما سايب. تخيل معايا ان هاد الحرائق اللي طراو في المدينه كامله خلاو موراهم بزاف ديال الديغا اللي هما كتشوفهم في دوك لي فيديو، من الديور، من الناس اللي كيغوتوا، من الناس اللي بقاو حاصلين وباقي لحد الان ما قدروش يخرجوا، وحتى السلطات باقيين كيديروا المجهودات ديالهم والايفورتس باش يقدروا يعشقوا الماكس ديال الناس. ولكن كما ديما قبل ما نبداو الفيديو ديالنا بغيت نقول لكم بلي بزاف ديال الناس كيتفرجوا فينا وما كيديروش لنا سبسكرايب، وخاصك تعرف بلي الا درتي ليا سبسكرايب راه كتسيبورتيني بها، وكنعرف حتى انا هادشي اللي كندير راه مزيان وغادي في الطريق الصحيح. وبالنسبه للانستغرام ديالي راه هو هذا، باج فيسبوك راه هي هذه، راه كنحط فيهم ديما حوايج اللي عندهم علاقه بالفيديوهات اللي كندير، وتما تقدر تكونتاكتيني وتقدر تعطيني معلومات جداد اللي نقدر نزيد نديفلوب فيهم الكونتيني ديالي. ومرحبا بكم كاملين. بالنسبه لهاد العافيه اللي طرات ولا هاد الحرائق اللي طارين في لوس انجلوس دابا نايض عليهم بزاف ديال الصداع في امريكان، واهم حاجه ولاو كيخرجوا اعضاء ديال الحكومه واحزاب واللي كياتاكيو في بعضياتهم، كل واحد كيحاول يدير اللومه على الاخر، خصوصا ترامب مورا ما خرج بواحد الفيديو وكان كياتاكي الحاكم ديال المدينه ديال لوس انجلوس وكيقول لي بلي انت هو اللي كتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي طرا. دونك غادي نعرفوا هذا الشيء كامل في الفيديو، هذا الشيء اللي بغيتك تبقى معايا حتى الاخر باش تخرج فاهم مزيان لي ديتاي ديال هذا الموضوع هذا شنو طاري فيه. اول حاجه غادي نشوفوها شنو هو السبب ديال هذا الحريق هذا ولا هذه الحرائق اللي كيطراو ديما في لوس انجلوس، وشنو هما لي رياكسيون ديال الممثلين والمشهورين مع هذه الحادثه هذه اللي طرات، ونعرفوا حتى واش السياسه عندها علاقه بهذا الشيء اللي طاري، ونعرفوا علاش ترامب وبايدن داخلين في واحد الصراع سياسي خصوصا الاحزاب ديالهم. الولايه ديال كاليفورنيا ولات كتعرف واحد النسبه ديال الجفاف اللي غدا وكتزاد مع الوقت، وحتى الشجر ودوك الاوراق اللي كيكونوا نابتين في المناطق الطبيعيه ولاو كينشفوا دغيا، يعني ولاو بحال البارود ودغيا تيقدروا يتعرضوا لان تشعل فيهم العافيه. حيت مثلا في السنوات الاخرى الا جينا نرجعوا شويه للور بلي ان المعدل ديال درجات الحراره تزاد بجوج ديال الدرجات مقارنه مع 50 العام اللي فات. وعاد نزول السبب الثاني اللي هو الاهمال البشري، ولا الناس ما كيتسوقوش بزاف ديال الحرائق اللي كيوقعوا كيكون السبب ديالها هو البشر. بحال مثلا بنادم ملي كيمشي يخيم في الغابه ما كيطفاش العافيه مزيان ولا كيرمي شي طرف ديال الكارو من كيسالي منه وكيبقى شاعل كيلوح وسط الغابه ولا في اي بلاصه فيها الربيع وما كيردش البال. والاحصائيات تتقول باللي في العالم كامل هاد الحرائق هادو اللي كيطراو 90% ديالهم السبب هو الانسان، باش ما كيتسوقش ولا ما كيردش البال. وندوزو دابا للسبب الثالث اللي هو الريح، حيت في الفتره ديال الخريف كاليفورنيا كتعرف واحد الريح اللي كتكون مجهده وكيسميوها الرياح ديال سانتا انا، وهاد الرياح هادي كتساهم بواحد الانتشار ديال العافيه بسرعه كبيره بزاف، وهذا الشيء اللي كيزيد يعاون العافيه باش تنتشر بواحد الطريقه كبيره. في الاخر غادي يبان لنا باللي هذا الشيء اللي كيطرا ماشي ظاهره عاديه، كاينين بزاف ديال العوامل اللي كيتدخلوا فيها بشريه وطبيعيه، والنتيجه الاخرانيه هي واحد الكارثه اللي كبيره. دابا غادي نهضروا على التاثيرات ديال هاد الحرائق هادو على الانسان وعلى البيئه بصفه عامه. اول حاجه كتاثر لك على البيئه، كتحرق لك واحد المساحات اللي هما كبار من الغابات، كتهدد لك الحياه البريه ودوك الكائنات اللي عايشين فيها، سواء كيهربوا ولا كيموتوا في ديك العافيه. وحتى التراب ديال ديك الارض ولا ديك المنطقه كيمشيو منه دوك المواد العضويه وكيتحرقوا كاملين وما كيبقاش صالح للزراعه مره اخرى ولا تنوض فيه شي حياه اخرى. مثلا الحرائق اللي كانوا طراو في 2020 كانوا حرقوا المساحه ديال 4 ديال الفدانات، بحال قلت تقريبا دوله صغيره، ودي راه مساحه اللي كبيره بزاف. عاد نشوفوا دابا داك السي او 2 ديال العافيه وكيفاش كيأثر على الصحه ديال الانسان ولا الصحه ديال الطبيعه حتى هي. هذا الدخان اللي كيكون خارج من هذه الحرائق كيدير واحد المشاكل صحيه كبيره عند الناس، خصوصا اللي كيكونوا ساكنين قراب من هذه المناطق كيوليو يعانيو من مشاكل ديال التنفس. وعاد زيد على الناس اللي عندهم مشكل ديال الضيقه كيأثر عليهم بشكل كبير. ونشوفوا دابا التأثير الثالث واللي هو خطير بزاف، الخسائر البشريه والماديه. بزاف ديال الناس كيضطروا انهم باش يهربوا من دوك البلايص اللي فيهم العافيه ويخليو الديور ديالهم والممتلكات
ويمشيو لبلايص اخرين اللي هما امنين. تخيل معايا مثلا الله هربتي من ديك البلاصه اللي فيها العافيه ومنين كترجع من بعد كتلقى لا غدا الدار ديالك كامله ولا طرماد ولا ما بقاتش كاع مره. بزاف ديال العائلات في كاليفورنيا اللي تضرروا من هذه الحادثه هذه خرجوا عند الصحافه وقالوا باللي انهم مشاو لهم الديور والممتلكات طوموبيلات وحتى الوراق الرسميه ديالهم، ولكن في الاخر تيقولوا باللي اهم حاجه هي انهم بقاو حيين من هذه الكارثه اللي دازت. نشوفوا دابا الجانب السياسي في هذا الموضوع هذا. بزاف ديال المشاكل دابا ولات بين الاحزاب، كل واحد فيهم كيفاش كيشوف الامور من واحد الزاويه اللي مختلفه. ترامب اول حاجه خرج بواحد التصريح كيتهم فيه الحاكم ديال لوس انجلوس بانه كيهتم بالحياه ديال الحوته وما مهتمش بالحياه ديال الناس اللي هي اكثر قيمه وخصو يركز عليها. وعاد كيقول باللي ان واحد من الاسباب اللي خلات هاد الحرائق تكبر بواحد الطريقه سريعه هو دوك الطفايات فاش جاو يشوفوهم لقاوهم خاويين من الماء، وهذا الشيء كيرجع على المسؤولين ديال ديك المنطقه لحقاش ما كانوش دايرين الواجبات ديالهم. وقال باللي كاليفورنيا خاصها توقف على المشاكل ديالها وتحاول تلقى لها حلول ولا غادي ينقصوا عليهم التمويل الفيدرالي. وبايدن كيقول العكس، يقول باللي هاد الحرائق اللي كطرا هي طبيعيه وعاديه كتكون ديما، خصنا نلقاو لها حلول اللي هي اننا نحاولوا نحدوا من دوك الانبعاثات الحراريه ونحاولوا اننا نخدموا بالطاقات المتجدده والخضراء. وبايدن قال باللي هاد التغيرات المناخيه ماشي هي غير خرافه، هي راه كارثه كتاثر علينا كاملين. وهنا فين خرجوا بزاف ديال المسؤولين وكل واحد كيحاول يدافع على الحزب ديالو ويبين باللي الحزب الاخر هو اللي غالب، ولكن راه خاص يكون العكس ويحاولوا يلقاو شي حل لهاد المشاكل هادي، حيت بزاف ديال الناس تيتاذاو وبزاف ديال الناس كيمشيو لهم ممتلكات ديالهم وحتى حياتهم كتضيع. هنا ما عرفناش شكون اللي على صح وشكون اللي غلط، ولكن حنا كنشوفوا هادشي من المنظور العام اللي كلشي كيحاول يهضر عليه وكل واحد كيفاش كيحل هاد المشكله هادي. اش خاصك تعرف باللي دابا راه لوس انجلوس ما كتنعس، خصوصا ديبارتمنت فاير، وخرجت الرئيسه ديالها كريستين كرولي وقالت لهم باللي راه ما كينعسوش باش يحاولوا يكونتروليو هاد العافيه هادي ويحاولوا يعتقوا الماكس ديال الناس اللي يقدروا يلقاوهم، وباللي رجال الاطفاء ديالهم راه داروا واحد التقدم ملموس انهم يقدروا يكونتروليو اغلبيه ديال العافيه، وحتى البوليس دايرين الجهد ديالهم كامل، حيت صيفطوا 7500 بوليسي لهذيك المنطقه باش يحاولوا يحيدوا الناس يهربوهم ويحاولوا يديروا الماكس ديال المساعدات اللي يقدروا عليهم. وقالت لهم بفضل ان هذه المجهودات غدا وكتزاد فراه قدروا يكونتروليو 8% ديال العافيه اللي كاينه في باليساديس. حيت الا جيت تشوف الصور ديال الاقمار الصناعيه في هذيك المنطقه راه عرفتي كاع الممتلكات اللي كانوا تما مشاو وكلشي تدمر، العمارات ديال الشركات ديال الديور كلشي تقريبا راب. وواحد الصوره اللي كارثيه ديال بصح. وخرج واحد الخبير في لوس انجلوس قال لهم بلي الاضرار دابا حاليا وصلت لفوق 10000 ديال البنايات اللي لابت واللي مشات كامله بسبب العافيه. حتى لي زانفلونسور والممثلين ديالهم خرجوا بواحد الفيديوهات وخرجوا بالتصاور وكل واحد كيفاش رياكط على هذا المشكل هذا، اللي تعاطف مع الناس والعائلات ديال المتضررين يقدروا ندوزوا من هذا المشكل هذا، وكيحاول يقنع الناس اللي متبعينه باش يديروا واحد الحمله ديال التبرعات ويساهموا فيها الناس كاملين ويحاولوا يعاونوا دوك الضحايا ديال هذه الكارثه هذه. وكاين حتى سيليبريتيز اللي مزوجين ومع عائلات ديالهم وقرروا انهم يبدلوا المنطقه نظرا لهذه الكوارث اللي كيطراو ديما وحاولوا يبعدوا من هذه البلاصه هذه باش ما يتافيكتاوش بها. اطراق صوره بملايين ديال الدولارات مشاو وفلوس كبيره تخسرات وكل شيء ضاع. كيبان لي باللي هاد الحرائق اللي كيطراو ديال لوس انجلوس ديما السبب ديالها هي بزاف ديال العوامل بشريه وطبيعيه، وهادشي اللي كيخليها ديما تتعاود. ولكن المشكل فين كاين هو ان الناس هاد الموضوع ما بقاوش كيشوفوه غير كارثه طبيعيه، ولكن ولا سلاح سياسي اللي كل حزب تيحاول يدافع به على طريقته ويبين بلي داك الحزب الاخر هو السبب في هذا المشكل. وكاين اللي خرجوا كيتهم حتى العرب هما السبب ديال هذه الكارثه هذه، كيقولوا بلي درنا هذا المشكل هذا باش نحاولوا ننتقموا على دوك الاحداث اللي كيطراو في الشرق الاوسط. وما تنساش بلي مؤخرا حتى في المغرب كان واحد الحريق اللي كبير ولكن قدروا يكونتروليو وما كانوش خسائر بشريه وكان في المنطقه ديال تطوان. هادشي علاش خاصك تستافد من هذه الكوارث الكبيره اللي كيطراو في الدول الاخرين باش تقدر تحاول تبروتيجي راسك قبل. اذا الحل اللي خصنا نديروا لهذا الشيء كامل كما قلنا هو اننا خصنا نديروا اليد في اليد، ويحاولوا اداره الغابات والحكومات وحتى السكان يديروا يد في يد، والتوعيه هي اهم حاجه باش تقدر تكونترولي هذا الشيء. باش نعرف وصلتي معايا حتى لهنايا ما تنساش دير لي واحد كومونتير اللي تقول لي فيه الراي ديالك على هذا المشكل اللي طاري، واش كيبان لك انهم يقدروا يكونتروليو هذه الخسائر اللي طرات ويقدروا يلقاو واحد الحلول اللي ما يبقاش يتعاود هذا الشيء من هنا للقدام. وما تنساش دير لي واحد لايك اللي غادي تزيد تعاوني بها حتى في الفيديو، وشكرا لكم كاملين، نتلاقاو في الفيديو الجاي.